السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عزيز بني آدم، أتمنى بخير إن شاء الله. النهارده بإذن الله هنشرح الدرس عند علمي الثالث عند أدبي اللي بيتكلم عن حاجة اسمها Arithmetic Series، درس في غاية الأهمية وفكرته بسيطة. يلا بينا نشوف شرح الدرس. فكرة الدرس لذيذة، بس تعالى أقول لك هو إحنا إيه اللي حصل في التايتل. إحنا كنا متعودين على إن التايتل بتاعنا اسمه Arithmetic Sequence. التايتل اتغير وبقى Series. طب يا مستر هي إيه الفكرة؟ ليه اتغير؟ اقول لك ايه اللي حصل. لو انت عندك سيكونس شبه دي كده 2 3 لا بلاش 3، تعال مثلا نزود ايه 5، يبقى مثلا 7، وبعد ال 7 نزود 5 تاني يبقى 12 17 22 27 وهكذا. ماشي يا مستر، دي كده اسمها سيكونس. ايه الحاجه اللي تخلينا نغيرها من اسم سيكونس لاسم السيريس؟ ان في السيريس ديت ان بدل الكوما بيكون بلس. يعني ايه؟ يعني اجي اقول لك 2 بلس 7 بلس 12 بلس 17 بلس 22 بلس لحد ما اقف عند ترم معين. الترم الاخير ده احنا بنسميه اللاست تيرم. الرمز بتاع الترم الاخير ده هيبقى ال، الرمز بتاعه ايه؟ ال. تمام يا مستر. وبعدين بس هي دي فكره الدرس، ازاي تقدر تعملهم بلس، وبعد ما تعملهم بلس قول لي بقى الفاينل انسر بكام. يا لهوي يا مستر، هي دي الفكره. فهو ده الدرس اللي بعد كده، بدل ما هو سيكونس لا اتحول، بدل الكوما بقت علامه البلس فبقى اسمه ايه؟ سيريس. بدل ما بتسيبهم كده بينهم كوما لا بتعملهم بلس وتجيب الفاينل انسر بتاعهم. طب مثلا انت في حاجه غريبه، هو مش انت قلت لي قبل كده ان السيكونس دي في منها نوع اللي هو الانفينيت؟ هو انا ينفع اعمل بلس لارقام انفينيت؟ لا طبعا. فعشان كده لازم دايما يكون قايل لك على اللاست تيرم، تبقى عارف اللاست تيرم بكام، لازم تقف عند حته معينه. فاتمنى تكونوا فاهمين الفرق في التايتل. الفرق في التايتل ان احنا بدل الكوما بدلناها بايه؟ بالبلس. فتغير اسمها من سيكونس لسيريس. تمام؟ طيب ازاي نعمل بلس ليهم؟ قال لك والله احنا ما عندناش غير 3 طرق، ما فيش غيرهم. 3 طرق ب3 قوانين. الطريقه دي انت عارفها اصلا من الدرس اللي فات. يعني الطريقه دي انت عارفها، اللي هي بتاعت السميشن بتاعت الكالكوليتر، اللي هو انت بتدوس على شيفت لوج بتلاقي المنظر ده اتعمل عندك على الكالكوليتر. بتكتب هنا كده تي ان، وبتكتب هنا الستارت، وبتكتب هنا الان، وبتدوس ايكوال بيطلع لك الانسر. يبقى دي طريقه الكالكوليتر. بس الطريقه دي عشان تستخدمها لازم يكون معاك التي ان. كنا بنبدله بحرف الار. يعني مثلا لو انت عندك التي ان مثلا يعني 3 ان بلس 1، فلما كنا بنكتبها بقى في السميشن كنا بنقول تي ار، يبقى 3 ار بلس 1 بس كده، وتروح تعملها على الكالكوليتر. ولما كنت بتكتبها على الكالكوليتر بدل الار كنت بتعملها اكس. طيب دي الطريقه الاولى، طريقه الكالكوليتر. في طريقتين تانيين، القانون ده والقانون ده. هتلاقي القانون بيقول لك اس ان. يعني ايه اس ان؟ الان عدد الترمز اللي انت هتعملها بلس. يعني انت هتعمل كام ترم بلس بعض؟ الايه اللي هو الفيرست ترم، ال اللي هو اللاست ترم، اخر ترم عندك. طيب القانون دوت اللي هو الثالث نفس القانون، بس هو هنا مش معتمد على اللاست ترم، ومش معتمد على مستر، معتمد على الدي. طبعا انت اكيد عارف ايه هي الدي، وهنا في 2 a. طب امتى استخدم الرول ده؟ استخدم الرول ده لو انت معاك اللاست ترم. طب امتى استخدم الرول ده؟ لو انت معاكش اللاست ترم ومعاك الايه اللي هو الفيرست ترم ومعاك الدي. بس كده. يبقى قبل ما ندخل في المسائل انا عايزك تبقى فاهم الفكره، ان انت دلوقتي بدل الكوما هيبقى بلس، فبدل ما كان اسمها سيكونس هيبقى اسمها سيريس. طيب دي حاجه. عندك كام طريقه تعمل بقى السميشن دوت؟ عندك في 3 طرق، الطريقه بتاعت الكالكوليتر، وفي 2 رولز تانيين. التو رولز التانيين دولت بتستخدمهم ازاي؟ الرول ده بتستخدمه لما يكون معاك اللاست تيرم، الرول ده بتستخدمه لما يكون معاك الدي، والقانونين كده كده معتمدين على الاي. فانت لازم يكون معاك فيرست تيرم عشان تعرف تستخدم التو رولز. تمام؟ طيب امتى استخدم السكند رول؟ لو معايا اللاست تيرم. طب امتى استخدم الثيرد رول؟ لو انا معايا الدي. انا عايزك طبعا تكون حافظ القوانين دي عندك عشان اسالك عليها واحنا بنحل. انا حافظهم، انت ممكن تاخدهم سكرين شوت، تكتبهم في الكابي بوك، اكتبوا القوانين دي عندكم. من ضمن المشاكل اللي بتقابلني بقى من ضمن المشاكل بقى اللي بتقابلني في الدرس ايه هي؟ ان هو ساعات ما بيقوليش على الان. ايه هو الان؟ اللي هو عدد الترمز. طب اجيب الان ازاي؟ في رول كده معفن هتحفظه عشان تجيب منه الان اهو. ايه الرول ده مستر؟ اللاست ترم
ماينس الفيرست ترم بلس الدي بلس الدي. ده لو انت عايز تجيب الان يعني. تمام؟ يبقى ده رول هيجيب لك ايه؟ هيجيب لك الان. ماشي؟ ماشي. ودولت هقول لك عليهم في الاكزامبل بتاعهم افضل. تعال بقى نشوف المسائل تتحل ازاي. لو لاحظت هتلاقي ان الشرح اللي انا شرحته مفيش حاجه، كلام بسيط جدا، كلام عبيط. هنبدا ان احنا نحل على طول. تعال هنا مثلا بيقول لك ايه؟ find 1 بلس 5 بلس 9 بلس 13 وهكذا لحد ال 37. طالما معاك اللاست تيرم اعرف ان انت هتستخدم الرول التاني على طول. طيب انت عشان تجيب بقى ايه؟ السميشن هتقول له الاس ان ايكوال ان اوفر 2 تفتح براكت a بلس اللاست تيرم اهو. ده الرول الثاني. ايه الحروف اللي معاك؟ الفيرست ترم معاك، الفيرست ترم اللي هو ال1، اللاست ترم اللي هو كام؟ ال 37. مين الوحيد اللي مش معاك؟ الان ده. الان ده مش معاك. اتفقت من قيمه شويه معاك على ان في رول للان لازم تحفظه، الرول ده. ده اللي هيجيب لك الان. ماشي. تقول له مستر الان ايكوال اهو اللاست ترم ماينس الفيرست ترم بلس دي اوفر دي. يبقى ده الرول هيجيب لك ايه؟ هيجيب لك الان. طب انت ليه محتاج الان؟ عشان تستخدم ده وتجيب السمشن بتاع ال1 بلس 5 بلس 9 وهكذا. طيب ال عندي بكام؟ ب 37 ماينس الفيرست ترم اللي هو 1 بلس الدي. الدي ما جبتهوش على فكره. هو ايه اللي بيحصل؟ هو كل مره بيزود 4. كل مره بيزود 4. ال1 بقت 5 يعني زود عليها 4، ال5 بقت 9 زود عليها 4، ال9 بقت 13 زود عليها 4. تمام. يبقى دي هنا ب 4 اوفر الدي اللي هي 4 برضه. 37 ماينس 1 بلس 4 اوفر 4 تطلع معاك ب 10. يبقى الان بكام؟ ب 10. طب هو انا ليه اصلا محتاج الان؟ ليه محتاج الان؟ عشان تستخدم الرول المعفن اللي فوق ده يا مستر. يبقى السميشن بص هنا في ايه؟ في هنا ان اهو. يبقى تقول له ايه؟ سميشن 10 هيكوال ان اوفر الان بكام عندي؟ ب 10 اوفر 2 والفيرست ترم اللي هو يبقى 1 بلس اللاست ترم اللي هو 37. هنستخدم هنا بالكالكوليتر ونشوف الانسر تطلع لنا كام. اهو 10 اوفر 2 تايمز تطلع معاك كام؟ 190. يبقى الاجابه طلعت في الاخر 190. يبقى انت لو عملت بلس من اول ال1 لحد ال 37 هتطلع معاك في الاخر 190. طيب ده بالنسبه لاستخدام الرول رقم 2. في السؤال اللي بعد كده بيقول لك find the sum of the arithmetic sequence whose the first term is 3. يعني انت عندك الايه كده ب 3 ادي اول حاجه. and the last term 21. يبقى الايه اللي بكام؟ ب 21. the number of terms كام؟ 10. ايه ده؟ ده راجل محترم، ده مديك كل حاجه. خلاص استخدم رول الاس 10. خلي بالك الرقم اللي بيتكتب تحت ده بتاع الان ايكوال 10 اوفر 2 الفيرست ترم ب 3 بلس اللاست ترم اللي هو 21. احسب بالكالكوليتر واشوف الانسر تطلع لي كام. بس كده خلاص. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لك find the sum of the first 8 terms. عايز بلس او السميشن بتاع اول 8. عايز السميشن بتاع اول 8. طيب فين السيكونس اللي مديها لك اهي. طب ايه المشكله بتاعت السيكونس ديت؟ المشكله بتاعت السيكونس دي ان احنا معناش الترم اللي هو رقم كام؟ رقم 8. ما هو احنا عايزين اللاست ترم عشان نستخدم الرول الثاني. قال لك ما هو انت عندك في رول اللي هو رقم 3 بقى اللي هو الرول ده اهو اللي هو الاس ان اوفر 2 2a بلس ان ماينس 1 تايمز دي. ما ده الرول اللي بعد كده يا مستر اللي احنا بنستخدمه. طب هل انت معاك محتويات ده؟ كل حاجه هنا معاك. الان معاك ب 8 هو قال لك اول 8. طيب الايه اللي هو 24 الفيرست ترم. طيب الدي شوف ايه اللي بيحصل معاك. كل مره بيزود 3. لا ده بماينس. كل مره بماينس 3 ماينس 3 وبعدين ماينس 3. يبقى انت عندك هنا دي بكام؟ بنيجاتيف 3. بس خلاص كل حاجه معاك يا معلم. هتستخدم الرول تقول له اس 8 ايكوال 8 اوفر 2 اوبن براكت 2 تايمز 24 بلس الان عندي هنا ب 8 ماينس 1 تايمز نيجاتيف 3. هتعمل ده بالكالكوليتر شوف الانسر يطلع معاك كام. بس بمنتهى البساطه. طيب السؤال نمبر 4 هنا بيقول لك find the sum of 10 terms. عايز 10 terms. عايز 10. طيب فين يا عم المعلومات اللي مديهاني؟ لقيته مديني حاجه عظيمه الجنرال تيرم. طب مثلا انت ليه بتقول دي حاجه عظيمه؟
لان هو هنا بيقول لك استخدم الكالكليتور. طب والله حلو يا مستر، هروح اقول له ايه بقى؟ السميشن اهو، اكتب جوه هنا 3r بلس 2 واحط هنا الستارت الار ايكوال واحط هنا الاند. طيب هل الستارت عندك 1؟ لا يا مستر، ما احنا كنا متعودين الستارت بتاعنا 1. بص هو قال لك ايه؟ فروم ايه؟ ده عايز من الترم رقم كام؟ 5. عايز الفيفث ترم. طب يبقى الستارت بتاعك هو مين؟ الفيفث ترم، يبقى تحت هنا اهوت، يبقى تحت هنا هنكتب الار ايكوال 5. ليه كتبت 5؟ عشان بقول لك بدايه من الفيفث ترم. طيب عايز اكتب الاند. مين الاند؟ طيب ما هو انت اخرك كام ترم؟ 10. لو رحت قلت لي يا مستر حلو، لما اكون هبدا من الخامس، وهو عايز 10 عليهم، فاروح اقول له بلس 10 صح؟ تبقى الاجابه 15. لو انت قلت ان الاند هنا 15 هقول لك غلط. يا مستر ازاي؟ الاند هنا يا شباب هيكون 14 مش 15. ايه ده ازاي؟ عد كده معايا. برافو عليكي. لو عديت معايا فعلا هتلاقي ايه؟ 5 وبعدين 6 7 8 9 10 11 12 13 14. عد دول هتلاقيهم 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بس هو انا كل مره هقعد اعمل الحوار ده واعد؟ قال لك لا، انت تعمل ايه؟ انت بعد ما بتعمل الفايف اللي هو البدايه بلس عددهم ماينس منهم 1، فتطلع معاك كام على طول؟ تطلع معاك 14. ما تنساش حوار ماينس 1 ده. يبقى الاند هنا كام؟ 14. واللي ده كله بالكالكليتر. كل المنظر ده هتعمله على الكالكليتر اهو. هتروح للكالكليتر تقول له شيفت لوج، اكتب هنا 3r، بس الار عندنا بتبقى اكس بلس 2، وهتيجي هنا في الاند نعمل 14، هننزل تحت نكتب كام؟ 5 وندوس ايكوال، تطلع معاك 305. يبقى السمشن بتاعهم كام؟ 305. يعني انا لو عملت بلس من اول الفيفث تيرم لحد ال 14 يطلع معاك 305. ده السمشن. وبكده يا شباب اكون شرحت لك ازاي نستخدم القوانين. نبدا بقى نحل مسائل بافكار اكتر شويه. طيب تعالى نور، بقول لك find the sum of 10 terms. عايز كام ترم؟ عايز 10. of arithmetic sequence 3 7 11 وهكذا. starting from T8. عايز بداية من الترم رقم كام؟ 8. طيب واحدة واحدة يا مستر عشان نفهم القصة. الترم الثامن، الترم الثامن. طيب هو انتوا فاهمين الفكرة؟ لا انا مش فاهم الفكرة، افهمكم. انا دلوقتي علشان اجيب السميشن عندي كام رول؟ عندي 3، يا اما الكالكليتور يا اما الرول الثاني يا اما الرول الثالث. انا مش هستخدم الثاني، حد عارف ليه؟ انا هقول لكم ليه. عشان مش معايا اللاست تيرم، مش هستخدم الثاني. يبقى انا هستخدم رقم 3 اللي هو ال n over 2 2a plus n minus 1 times d. اهو ده الرول الثالث، هو ده اللي المفروض استخدمه. هل انت معاك محتوياته؟ والله يا مستر انا معايا الايه بكام؟ الايه ب 3. لو قلت لي الايه ب 3 هقول لك غلط يا مستر. مش الايه فيرست ترم؟ لا مش الفيرست ترم يا مستر. ما انت بتقول لي يا ابني افهم، انت عايز بدايه من الترم الثامن، يبقى الترم الثامن هو بالنسبه لك الفيرست ترم، هو ده الايه. الايه هنا مش 3. طيب تمام. طب الان عددهم؟ معاك عددهم 10، يبقى الان معاك ب 10. طب الدي معاك؟ الدي معايا برضه. الدي بكام؟ هو كل مره بيزود كام؟ كل مره بيزود 4، كل مره بيزود 4. ال 3 بقت 7 زود عليها 4، ال 7 بقت 11 زود عليها 4، يبقى معنى كده الدي معايا ب 4. هي المشكله فين؟ ان انا معيش الترم الثامن اللي هو المفروض الايه. لو انت اتلخبطت ورحت عملت ان الايه ايكوال 3 عشان الفيرست ترم، هتاخد احلى زيرو في الدنيا. طب ليه يا مستر احلى زيرو؟ يا ابني ما هو انت صح، اقسم بالله انت الايه الفيرست ترم بالنسبه للسيكونس دي، بس هو عايز بدايه من الترم الثامن. يبقى انت عندك السيكونس بتبدا كده، الترم الثامن الترم التاسع وهكذا بقى. ايوه فهمت. طيب يبقى انا عايز اجيب الترم مين؟ الترم الثامن. مين الحاجه اللي بتجيب لي اني ترم في السيكونس؟ اني ترم في السيكونس ايه الحاجه اللي بتجيبها لي؟ الجنرال ترم، اللي هي التي ان. الدرس اللي فات ده a plus n minus 1 times d. انت عايز الترم الثامن؟ ايوه. هتقول له الايه عندي بكام؟ ب 3 بلس ال 8
ماينس 1 الدي عندي بكام؟ ب 4. ده طلع لي الترم التام. شوف بقى الترم التام طلع معاك بكام؟ بلس 7 تايمز 4. طب كنت حسبتها بدماغي. طلع 31. يبقى الترم التامن كام؟ 31. الترم التامن ده هو الايه اللي انت عايزه. بس خلاص، شكرا على كده. جبت محتويات القانون؟ عوض بقى هنا وهات لي الاجابه. يبقى الاس 10 هيكوال 10 اوفر 2 2 تايمز ايه اللي هي 31 اهي. احنا كنا بنحارب عشان 31 دي. فاهمه يا وعد الفكره؟ فاهمه يا ان؟ الدي ب 4. يلا اعملوا ده بالكالكليتر وشوفوا الانسر يطلع كام. يلا. طيب تمام يا مستر. طيب هنا بقى هنبدا ان احنا ناخد السكرين شوت دوت وحلوا السؤال نمبر 1. يلا. طيب السؤال اللي بعد كده يا شباب، السؤال نمبر 6 بيقول لك the sum of natural numbers divisible by 3. يعني ايه يا مستر divisible by 3؟ هقول لك between ال 30 وال 50. الراجل هنا عايز يعمل بلس لحبه ارقام. الارقام دي between ال 30 وال 50. يعني انت عندك من ال 30 واخرك مين؟ اخرك ال 50. هو مش عايز 30 وال 50، لا هو عايز بقى الارقام اللي ما بينهم. مثلا دي في ارقام كتير ما بينهم، دي 31 32 33 وهكذا لحد ما اوصل لل 50. هو بقى مش عايز كل الارقام اللي ما بين 30 و 50، هو عايز الارقام اللي انا ينفع اعملها ديفيزبل باي 3 اللي هي في تيبل 3. اللي هي مين بقى؟ اللي هي رقم زي ال 33 ده رقم ديفيزبل باي 3. لكن رقم زي ال 31 لو عملت له ديفايدد 3 مش هينفع، هيطلع معاك ديسيمال نمبر وده مش هينفع. طب ال 32 لو عملت له ديفايدد 3 مش هينفع. مين اول رقم هينفع نعمل له ديفايدد 3؟ ال 33 هيطلع معاك 11. اول رقم فيهم هو ال 33. طب الرقم اللي بعديه هنزود 3 بقى يبقى 36. طب اللي بعديه 39. طب اللي بعديه 42 وتفضل بقى ماشي لحد ما توصل للرقم اللي قبل ال 50. ايه الرقم اللي قبل ال 50 على طول؟ ال 49. هل ال 49 ده ينفع نعمله ديفايدد 3؟ واروح للكالكوليتور نعمل ديفايدد 3 هيطلع معاك ديسيمال نمبر يبقى ال 49 ما ينفعش. هات لي ال 48 اعمله ديفايدد 3. تقريبا هيطلع معاك نمبر. هيطلع معاك كام بقى؟ حد يفكرني؟ هيطلع معاك 13 ولا 16؟ 16 صح؟ يبقى اخر رقم معاك هنا 48. بس هي دي الارقام اللي انا عايز اعملها بلس. هي الارقام دي ترجمه السؤال. انا كده ترجمت السؤال، هبدا احله بقى. لسه هحل. طب هو عايز السمشن بتاع الارقام ديت. طب هتستخدم انهي قانون؟ طالما معاك اللاست تيرم استخدم القانون بتاع اللاست تيرم. عندك الاي هنا ب 33، عندك ال هنا ب 48، بس معيش الان، بس هتعرف تجيب الان من القانون ده اللي هو ال ماينس اي بلس دي اوفر دي. يبقى انت عندك الان هي ايكوال 48 ماينس الاي اللي هي 33 بلس الدي اللي هو كام عندك؟ كل مره بيزود 3 اوفر 3. شوف بقى الان تطلع معاك كام؟ هتروح للكالكوليتور ادي 48 ماينس 33 بلس 3 اوفر 3 6. 6 يا مستر. يبقى الان طلع بكام؟ ب 6. بس خلاص فتروح تقول له اس 6 هي ايكوال 6 اوفر 2. الفيرست تيرم اللي هو 33 بلس 48. يلا هنعمل ده بالكالكوليتور ونشوف الانسر عشان ناخد بقى الدرجه ايه ونخلص منها. 243 ماشي. يبقى 243. انا عندي مشكله في حاجه. اتفضلي. انا مش عارفه اشتغل على انهي قانون في اي مساله. انا هتكلم معاك كلام عام كده. انا دلوقتي عشان احسب السميشن عندي كام قانون؟ 3. عندك فيه اللي هو طريقه الكالكوليتور ودي استحاله استخدمها هنا. حلو. الطريقه الثانيه او القانون الثاني اللي هو الاس ان بي ايكوال الان اوفر 2 الاي بلس اللاست تيرم. القانون الثالث اللي هو الان اوفر 2 2a بلس n ماينس 1 دي. لو انت معاكي في السيكونس اللاست تيرم روح استخدمي ده وانت مستريحه هيخلص معاكي على طول. هل انا معايا هنا اللاست تيرم؟ يا مستر انت معاك هنا اللاست تيرم اللي هو كام؟ يبقى انا خلاص عرفت ان انا هستخدم القانون ده، واقسم بالله هستخدم القانون ده، والله هستخدمه والله. طب بس محتاج بقى الحروف اللي فيه. الان مش معايا بس الاي معايا واللاست تيرم معايا. مين اللي مش معايا؟
يبقى هجيب القانون ال n بالقانون ده بس خلاص. يبقى ليه استخدمت القانون دوت يا وعد؟ عشان اجيب ال n. طب اجيب ال n ليه؟ عشان استخدم القانون ده بس. وايه الحاجه اللي خلتني استخدم القانون اللي فيه ال n؟ عشان انا معايا اللاست تيرم. السؤال نمبر 8 ده بيقول لك the first term of arithmetic sequence is 7. طيب هو بيقول لك ايه هنا؟ بيقول لك the first term في الارثمتيك سيكونس is 7، يعني ال a عندك equal 7. ادي اول معلومه. and the sum of each first 10 terms اول 10 لما اعملهم بلس هيطلع لي كام؟ 250. عايز اترجم الحته دي عايز اترجمها ازاي؟ اهو نقول له اس 10 السمشن بتاع اول 10 هيطلع كام؟ 250. ترجمتها. عايز الراجل ايه؟ عايز الترم رقم 20. طيب انا عشان اجيب الترم رقم 20 اهو لازم اقول له ايه؟ تي ان ايكوال a بلس ان ماينس 1 تايمز دي. الاي معاك ب 7، الان دي هتبقى 20 كمان شويه، بس مين اللي مش معايا؟ الدي. يبقى انت مهمتك ان انت تجيب لي الدي. طب هنجيب الدي ازاي؟ تعال نشوف. مش انت عارف ان الاس ان دوت هو عباره عن القانون بقى؟ هل هنا في لاست ترم يا استاذ وعد؟ لا. يبقى انا مش هستخدم القانون بتاع اللاست ترم اهو. بصي الموضوع بسيط والله. طيب مش انت عارف ان القانون اللي فيه الدي هو عباره عن ان اوفر 2 وبعدين 2a بلس ان ماينس 1 تايمز دي. هو بيقول لك الكلام ده بيكوال كام؟ 250. طب ما تشيل الان اهي وحط مكانها 10، شيل الايه وحط مكانها 7، شيل الان وحط مكانها 10. مين القانون اللي عندك الوحيد؟ الدي. هتعمل سولف ايكويشن عشان توصل له. يبقى انت عندك هنا 5 اللي هي 10 اوفر 2، هنا 14 بلس دي هتبقى 9 دي، هنا 250. هتودي ال 5 ناحيه الثانيه بالديفايدد يبقى 14 بلس 9 دي 250 ديفايدد 5 هيطلع معاك 50. هتودي ال 14 ناحيه الثانيه بالماينس يبقى 10 دي هتيكوال تطلع معاك 36. هتعمل ديفايدد 9 تطلع معاك دي بكام؟ ب 4. هو انا كنت عايز دي ليه؟ عشان اجيب الترم رقم 20 ان هو بس. يبقى التي 20 اهو ايكوال الاي عندي بكام؟ ب 7 بلس الان بقى دلوقتي بقت بكام؟ بقت ب 20 ماينس 1 تايمز دي اللي هي 4. اعمل ده بالكالكوليتر واشوف الانسر بقى تطلع لي ايه؟ ايا كان بقى الاجابه ايه؟ طلعت 83. يبقى الاجابه هنا 83 بس خلاص. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لك find the greatest sum. عايز اكبر sum of arithmetic sequence. طيب بص يا شباب عشان تفهموا السؤال ده، لو انت لاحظت في السيكونس اللي عندك السيكونس دي عماله تنزل بتقل، السيكونس بتقل ماشي. هنا 45 هنا 41 هنا 37 هتفضل تقل معاك لحد ما توصل للارقام النيجاتيف. حلو الكلام؟ حلو الكلام. ساعتها لما تبدا تعملهم بلس الصم هيقل. بس انا مش فاهم حاجه. بصوا ركزوا معايا. انا دلوقتي عندي 5 وبعدين 3 وبعدين 1 وبعدين نيجاتيف 1 وبعدين لا نيجاتيف 1 ازاي؟ نيجاتيف 1 وبعدين نيجاتيف 2 وهكذا. مين اكبر سميشن هتعرف تجيبه؟ عارفين ايه هو اكبر سميشن؟ لما تعمل التلاته دول بلس بعض بس. طب مس ما هي 5 بلس 3 بلس 1 دي بكام؟ دي ب 9. ده اكبر سميشن هتوصل له. لو زودت تاني ايه الرقم اللي بعد كده؟ نيجاتيف، يعني زودت نيجاتيف 1 فهتلاقي اللي حصل للسبمشن بقى 8. طب زودت تاني كام؟ نيجاتيف 2 هتلاقيه بقى 6. ايه اللي بيحصل للسبمشن؟ ابتدى ان هو يقل. طب بيقل ليه؟ عشان ابتديت اخش على الارقام النيجاتيف. فانت مش عايز توصل للارقام النيجاتيف لان هو بيقول لك ايه؟ جريتست سم، هو عايز اكبر حاجه. يبقى اكبر سميشن هتوصل له هو لما تعمل سم للارقام البوزيتيف بس. فانا محتاج الارقام البوزيتيف بس، انا مش عايز اوصل للارقام النيجاتيف. طيب هو مين اخر رقم بوزيتيف هنا؟ 1. طب ما هو انت عشان كده عرفت تعمل بلس عشان انت معاك الفيرست ومعاك اللاست تيرم. طب مين اخر بوزيتيف تيرم هنا؟ لا معرفش يا مستر. فانا في رحله البحث هروح ابحث دلوقتي عن اخر رقم بوزيتيف هنا. انا محتاج اوصل لاخر رقم بوزيتيف. فتعالى نشوف هنجيبه ازاي. عشان نجيب اخر رقم بوزيتيف كنا بنعمل ايه بقى؟ اهو اللي انا هعمله كنت اروح اقول له تي ان في الدرس اللي فات، اقول له تي ان مور ذان الزيرو. ده اللي احنا كنا بنعمله في الدروس اللي فاتت.
علشان نعرف نوصل للاكبر رقم او لاخر رقم بوزيتيف. طيب وبعدين نعمل بقى ايه؟ الرول بتاعنا هيبقى عندك هنا الاي بلس ان ماينس 1 تايمز دي جريتر ذان الزيرو. الاي عندك ب 45، الان ما اعرفهاش عايز اوصل لها. الدي ايه اللي بيحصل؟ كل مره بماينس 3 صح؟ لا مش صح طبعا، كل ماينس بماينس 4، كل مره بماينس 4. حلو، يبقى هنا تايمز نيجاتيف 4 مور ذان الزيرو. هتوصل من هنا بقى للان بكام؟ طيب يبقى انت عندك هنا 45 نيجاتيف 4 تايمز ان نيجاتيف 4 ان نيجاتيف 4 تايمز نيجاتيف 1 بوزيتيف 4. هتعمل سمبليفاي بتوين النمبر 45 يبقى 49 ماينس 4 ان. هتودي الناحيه الثانيه يبقى ال 49 وهنا تبقى ال 4 ان طبعا راح بالبوزيتيف. هعمل ديفايدد 4 اهو وهنا الان. شوف بقى هيطلع معاك كام؟ هتروح للكالكليتر 49 ديفايدد 4 تطلع معاك كام؟ تطلع معاك 12 بوينت كام؟ اهو 12.25 اهو. انت عايز الرقم اللي اقل من الرقم ده، ليه الاقل؟ ما هو بص بيقول لك ايه؟ افهم بيقول لك 12.25 مور ذان الان. يعني الان تنفع تبقى بكام؟ تنفع تبقى بالارقام اللي اقل من الرقم ده. ايه اول رقم اقل منهم؟ ال 12. يبقى الان بكام من هنا؟ ب 12. يبقى اخر رقم بوزيتيف هيكون هو كام؟ ال 12. بس خلاص اتحلت المساله. ازاي؟ بقى معاك كل حاجه اهو. هتروح تقول له السمشن بتاع ال 12 اللي هو كام نمبر؟ 12 ان اوفر 2. استنى هكتب القانون الاول بعد كده هعوض بالارقام اهو. هنا بقى يا استاذه وعد هكتب القانون اللي ما فيهوش اللاست ترم عشان مش معايا الترم الاخير. انا معايا الاوردر بتاعه، انا معايا ترتيبه، بس هو قيمته كام مش معايا. فاستخدم الرول ده اللي هو 2a بلس ان ماينس 1 تايمز دي. كل حاجه معاكي فيه. هو عايز ال 12 السمشن ل 12 واحد ان ب 12 اوفر 2 تايمز a اللي هي 45 بلس ان ماينس 1 اللي هي تبقى 45 ماينس 1. لا 45 ماينس 1 ايه؟ ما تهزرش. 12 ماينس 1 12 ماينس 1 تايمز الدي اللي هي نيجاتيف 4 يبقى تايمز نيجاتيف 4. بس هنحسب الكالكوليتور ونشوف هيطلع معايا كام. يلا يبقى انت عندك ايه؟ 12 اوفر 2 يعني 6 90 بلس 11 تايمز نيجاتيف 4 دوس ايكوال. تطلع معاك 276. بس كده خلاص. دي فكره السؤال. بص هنا بيقول لك الارثماتيك سيكونس فيها الاس 5 ماينس الاس 4 ايكوال 20 ماشي، والاس 8 ماينس الاس 7 ايكوال 21. لو انتوا تفتكروا في الشرح قلت لكم الحته دي هشرحها لكم لما تيجي الاكزامبل بتاعها. طب ايه يا مستر فكرتها؟ بصوا يا شباب، لما يكون عندي في 2 و3 و4 و5 و6 او 7 مثلا، واجي اقول لك انا عايز السميشن بتاع اول مثلا 3، فتقول لي والله مثلا السميشن بتاع اول 3 اللي هو ال2 وال3 وال4 لما اعملهم بلس هيطلع معاك 9. اقول لك حاصل. طب هات لي السميشن بتاع اول 4، هتقول لي مثلا ثواني يبقى ال2 وال3 وال4 وال5 لما اعملهم بلس ايه اللي هيحصل؟ هيبقى 14 صح. بصوا بقى، بصوا العبقريه اللي هتحصل دي لما تعمل الاس 4 ماينس الاس 3. طب ما هو على الشرح والارقام اللي انا عملتها هيبقى 14 ماينس 9 يطلع لك 5. عارفين مين ال5 ده؟ ده اللي هو الترم الرابع. الترم الايه؟ الرابع يا مستر. اهو الترم الرابع. لا مثلا ما فهمتش قوي انت عايز توصل لي ايه. بصوا ده الترم الرابع صح؟ ماشي. ده السميشن كام؟ الرابع. خدها قاعده، لما تعمل اس 5 ماينس اس 3 اس 4 اس 4 اللي هو اللي وراه على طول هيطلع لك ايه؟ هيطلع لك الترم الخامس. لما تعمل اس 6 ماينس اس 5 هيطلع لك الترم السادس. لما تعمل اس مثلا 31 ماينس اس 30 هيطلع لك الترم رقم 31 اللي هو نفس الرقم ده نفس الرقم ده. حته مهمه جدا عندك. طيب ايه يا مستر بقى الراجل ده بالسؤال؟ تعالى اقول لك. بص بقى الراجل هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك والله اس 5 ماينس اس 4 ايكوال 20.
اتعلمنا ايه من الحته ديت؟ ان ده كده الترم الخامس بيكوال 20 اهي، ادي اول معلومه. تمام؟ طيب المعلومه الثانيه بيقول لك والله اس 8 ماينس اس 7 ايكوال 29. 8 و 7 يبقى معنى كده ده الترم الثامن ايكوال 29. طيب ماشي يا مستر اهو، كده جبت الترم الخامس وجبت الترم الثامن بالمعلومتين اللي قال لك عليها. هو عايز ايه بقى؟ عايز الترم اللي هو 51. طيب مستر انت بقالك ساعه بتشرح، لو انت عايز الترم اللي هو التي ان اللي هو بيجيب لك اي ترم في الدنيا هتقول له ايه؟ بلس ان ماينس 1 تايمز دي. طب ما هو الترم رقم 51 هتجيبه اهو، بس انت معكش الايه ولا معاك الدي، انت الحاجه الوحيده اللي معاك الان اللي هي 51. يبقى انا في رحله البحث عن الايه وفي رحله البحث عن الدي. بس كده. طب هنجيب بقى ازاي الايه والدي؟ هقول لك ازاي. كان في رول انا شرحته لك الحصه اللي فاتت، قلت لك لو انت عايز تجيب الدي اهو، لو انت عايز تجيب الدي هتقول له تي ام ماينس تي ان اوفر ام ماينس ان. ده رول مهم بيجيب لك الدي، بس امتى اجيبه؟ لو انت معاك ترمين اتنين. طب انا معايا ترمين اتنين، الترم الثامن والترم الخامس، خلاص يا عم راح تقول له ان الدي اللي انت عايزه اهو الترم الثامن ماينس الترم الخامس اوفر 8 ماينس 5. طب ما هو الترم الثامن ب 29 والترم الخامس ب 20 اوفر 8 ماينس 9 5. شوف هتطلع ب 3 صح؟ اهو يبقى جبت الدي ب 3. يبقى جبت مين؟ الدي ب 3 خلاص الحمد لله. بس لسه ما جبتش مين بقى؟ لسه ما جبتش الايه. طب اجيب الايه ازاي؟ استخدم اي ترم فيهم عشان تجيب الايه. ازاي يا مستر؟ مش انت عارف ان الترم الثامن ده اللي هو الاي بلس ان ماينس 1 تايمز دي ايكوال 29؟ الايه ده انت ما تعرفهاش. طب بلس هنحط مكان الان 8 يبقى 8 ماينس 1 تايمز دي اللي انت لسه جايبها حالا بكام؟ ب 3. هتلاقي عندك مفيش غير قانون واحد اللي هو الايه، يبقى الاي بلس 7 تايمز 3 يعني 21 ايكوال 29. هتودي الناحيه الثانيه بالماينس هتطلع معاك الايه ب 8 او جبت الايه ب 8. تمام؟ تمام يا مستر. وبعدين خلاص بقى كل حاجه انت جبتها، يبقى تروح تقول له الترم 51 هي ايكوال اهو، شيل الايه حط مكانها اللي انت جبته اللي هو 8 بلس شيل الان، انت عايز الترم رقم كام؟ 51 يبقى 51 ماينس ال1 تايمز الدي اللي هي ب 3. هنحسب الحسبه دي شوف الانسر هتطلع لك ايه. طيب 8 بلس 51 ماينس 1 براكت تايمز 3 تطلع معاك بكام؟ 158. هي دي الاجابه. سؤال بهدلك شويه بس هو كلها رولز، والمعلومه دي معلومه في غايه الاهميه، معلومه مهمه اللي هي بتاعت الاس 8 ماينس اس 7 ده يدينا الترم الثامن، اس 5 ماينس اس 4 ده يدينا الترم الخامس. دي معلومه مهمه قوي ان دوت كده بيدينا الترم الخامس وان ده كده بيدينا الترم الثامن. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لك the sum of the last quarter terms. السؤال ده حلو بجد. بيقول لك ايه؟ the sum of last quarter terms. يعني ايه مستر كوارتر تيرمز؟ هفهمك. انت عندك سيكونس تمام؟ تمام. هو قسم السيكونس دي عندك، هو عايز بقى السم بتاع اللاست بتاع اخر ربع فيهم. طب وده مثلا هنجيبه ازاي؟ هقول لك هنجيبه ازاي. بس الاول عشان تعرف تتعامل مع السؤال دوت انت لازم تبقى عارف ان انت عندك كام ترم في السيكونس. عندك كام ترم في السيكونس؟ فبس والله الترم الاولاني ده الترم الثاني ده الترم الثالث وهكذا لحد ما اعرف كام ترم في السيكونس. يبقى انا محتاج اعرف الان بتاعت اللاست ترم. طب ما مستر ما انت في قانون بتقول عليه الان هي ايكوال اللاست ترم ماينس A بلس دي اوفر دي اهو. طب انا محتاج اعرف الان ليه؟ عشان اعرف عددهم. يبقى الان ايكوال 163 ماينس 7 بلس هو اللي بيحصل كل مره بيزود 4، كل مره بيزود 4. يبقى الدي هنا بكام؟ ب 4 اوفر 4. يبقى 163 ماينس 7 بلس 4 اوفر 4 تطلع معاكي 40. يبقى الان في 40. طب مثلا ده معناه ايه؟ معناه ان انت عندك 40 رقم في السيكونس، هو عايز بقى الربع الاخير. طيب خليك معايا، انا لما يكون عندي سيكونس فيها ارقام كتير بادئه من الترم الاولاني وانتهت عند الترم رقم 40،
عايز اقسمها 4 عارف تقسمها ازاي؟ ترم اول لحد الترم العاشر، وبعدين من الترم العاشر لحد الترم رقم كام؟ 30. وبعدين لا الترم رقم 20. 30 ازاي يعني يا مستر؟ وبعدين الترم رقم 20 وبعدين الترم رقم 30. ايه اللي حصل؟ هتلاقي نفسك قسمت السيكونس ل4 ارباع. ده الكوارتر الاولاني، ده الكوارتر الثاني، ده الكوارتر الثالث، ده الكوارتر الرابع. هو عايز السمشن بتوع الكوارتر الاخير ده. طيب هو الكوارتر الاخير ده بيبدا من كام يا وعد؟ تي 30 بالظبط، وبينتهي عند تي كام؟ تي 40. هنا بقى الازمه. انتوا صح، هو على الكلام اللي انا راسمه قدامكم انتوا شايفين ان الربع الاخير بدايته تي 30 فعلا ونهايته تي 40. ولكن لو انت عديت من اول تي 30 لحد تي 40 قعدت تقول ايه؟ تي 30 ادي 1، تي 32 ادي 2، تي 33 وتقعد تعد كده، هتلاقي نفسك ان انت عديت 11 ترم. مش انت؟ بنشيل اول واحد. الله ينور عليك، بنشيل اول واحد. يبقى انت المفروض بدايتك هنا مين؟ التي 31 دي البدايه بتاعتك. يبقى اوعى تفتكر ان البدايه بتاعتك تي 30. لا نهايتك اخر تي 40 ده اخرك. انت اخرك تي 40 دي ما فيهاش افصال. ولكن البدايه هي 31. تاني الحته دي مهمه قوي. اهو على الكلام اللي انا بقوله قدامي ان البدايه مين؟ تي 30 ونهايتك تي 40. لو انت عديت التيرمز من اول 30 لحد 40 هتلاقيهم 11 تيرم. انت مش عايز 11، انت عايز 10 عشان انت مقسمهم يعني ايه؟ دول 10 تيرمز، دول 10 تيرمز، دول 10 تيرمز، دول 10 تيرمز. انت عايز بقى 10. يبقى انت تاخد 40 واللي قبل 40 مين؟ 39 واللي قبل 39 38 37 36 35 34 او قبل ال 34 ال 33 ال 32 ال 31. هم دول ال 10. يبقى ال10 ارقام اللي في الاخر بادئين عندك، ال10 ارقام اللي في الاخر بادئين عندك من تي 31 لحد تي 40. بس هم دول انا عايز اعملهم سميشن بقى، كل الارقام اللي ما بينهم. طيب مستر انت تعبتني قوي، هتعمل ايه يا مستر؟ ابدا، انا كل اللي انا محتاجه ان انا عايز اعرف اللاست تيرم، وعايز اعرف الفيرست تيرم، وعايز اعرف الان. هتلاقي كل حاجه عندك. ايه كل حاجه عندك؟ والله كل حاجه عندك اهو. هتقول له اس ان ايكوال ان اوفر 2. بص يا وعد انا استخدمت القانون اللي فيه لاست تيرم. طب هو عايز كام ترم؟ 10. هنحط الان ب 10. هنا 10 اوفر 2. الفيرست ترم اول ترم عندي في السيكونس كام؟ اوعي تقولي 7، اوعي. انا مش عايز من اول هنا، انا عايز الربع الاخير، انا عايز الترم رقم كام؟ 31. طب ما هو مش معايا يا مستر، خلاص اصبر عليا. بلس ال عندي بكام؟ ال عندي اللي هو اللاست ترم، اخر ترم خالص اهو 163. عطلان على مين؟ عطلان على الفيرست ترم اللي انت ممكن تغلط وتفتكره ال7. لا مش ال7، الفيرست ترم يا شباب اللي هو التي 31. فانا عايز التي 31. خلاص يا مستر ما انت عارف القانون بتاع التي 31. يبقى تي 31 هي ايكوال الاي بلس الان ماينس 1 تايمز دي. انا عندي الاي ده ب 7 اهو، وعندي الان اللي هو كام؟ 31، وعندي الدي اللي هو بكام؟ ب 4. هعمل ده بالكالكوليتور شوف هيطلع لي كام بقى. 7 اهو 7 بلس 31 ماينس 1 تايمز 4 هيطلع معاك 127. يبقى هنا 127 بس. خلاص اعمل ده بالكالكوليتور بقى واحسبها. اروح للكالكوليتور اخر مره. يبقى انا اقول له ايه؟ 5 وبعدين 127 بلس 163 ايكوال اهي. بس كده. سؤال عبقري بصراحه، سؤال عبقري، وخاصه ان انت تختار اللاست كوارتر بدايته ايه ونهايته ايه. سؤال عبقري. طيب اخر سؤال معانا هنا arithmetic sequence in which t4 equal 24. طيب ماشي يا مستر. and the ratio between sum of the first 5 terms to the sum of the next 5 terms directly is 1 to 2. طيب مستر مش فاهم حاجه. هو هنا بيسالك على السيكونس، بيقول لك انهي واحده فيهم هي السيكونس. طيب ماشي يا مستر، يبقى هو عايز السيكونس. تمام. انت عشان تجيب السيكونس لازم تبقى عارف الفيرست تيرم وعارف الدي. ايه؟ عارف الفيرست تيرم اللي هو الاي وعارف الدي. لو عرفت الاثنين دول هتعرف تعمل اي سيكونس في الدنيا. فانت محتاج تعرف الاثنين دول، الاي والدي. اعرف اول ترم واعرف الدي عشان تعرف هتزود كام على اول ترم او هتنقص منه كام.
فانت محتاج بس الفيرست تيرم وبعدين الدي. طيب ماشي يا مستر، يبقى انا في رحله البحث عن مين ومين؟ عن الاي والدي. طيب المعلومه الاولى هو بيقول لك ان تي 4 بكام؟ ب 24. ماشي، يبقى انت عندك هنا اهوت الاي بلس ان ماينس 1 تايمز دي ايكوال 24. طب ما الاي انا ما اعرفهاش، بس الان تعرفها. الان بكام دلوقتي؟ ب 4، يبقى بلس 3 دي ايكوال 24. امسك دي كده وخليها على جنب. ماشي يا مستر، دي اول معلومه. المعلومه الثانيه the ratio between the sum of the first 5 terms to the sum of the next 5 terms directly is 1 to 2. ماشي، دي نترجمها ازاي؟ افهموا، انا عندي السمشن بتاع اول 5 اوفر عشان هو قال لي ريشيو السبمشن بتاع 5 تانيين. بس استنى، الخمسه اللي فوق يختلفوا عن الخمسه اللي تحت. الخمسه دولت اول 5 في ال10. ايه ده يا مستر انت ليه قلت 10؟ ما هو اللي قال، والله قال النكست 5 تيرمز. يعني انت عندك 10 ارقام، 10 ارقام اهو، 10 ارقام وهكذا. هو لما خد اول 5 وخد ال5 التانيين عملهم اوفر بعض، طلع كام؟ طلع 1 اوفر 2. بس هي دي الترجمه. بس الخمسه دول غير الخمسه دول والله. طب مثلا انت ليه طب ازاي نتعامل مع السؤال ده؟ هقول لك ازاي تتعامل مع السؤال ده. انت عندك القانون بتاع اللي فوق، مش القانون بتاع اللي فوق. انت عارف اصلا القانون هو عباره عن ايه؟ القانون اهو اللي هو الاس ان ايكوال ان اوفر 2 a بلس ان ماينس 1 تايمز دي. ماشي يا مستر، ده القانون بتاعي. تعالى نكتبه فوق بس مكان الان نحط 5. ماشي اهو، بص انا مكان الان نحط 5 يبقى 5 اوفر 2. طيب 2a يبقى 2a، انت ما تعرفش الفيرست ترم بكام؟ بلس هنحط مكان الان كام؟ 5 يبقى 5 ماينس 1 يبقى 4. تمام. تايمز مين؟ الدي. انت تعرف دي بكام؟ لا ما اعرفهاش. تمام، ادي اول جزء. اللي تحت بقى ركز بقى، نفس القصه، هتشيل الان تحطها بكام؟ ب 5 يبقى 5 اوفر 2. 2a لو كتبت a غلط. ايه ده ليه يا مستر؟ ثواني بقى، هنا بقى هنسيب الحته دي ثواني، مش هنكتب a بلس. احنا اتفقنا الان بكام؟ ب 5، فلما نحط هنا مكان الان 5 هيبقى 4 دي اهو. الكلام ده بيكوال مين؟ 1 to 2. مستر البراكت اللي انت سبته فاضي ده، البراكت ده يا شباب المفروض هنكتب فيه الايه؟ الايه اللي هو الفيرست تيرم. طب ما هو في السيكونس ديت مين الفيرست تيرم بتاع الخمسه التانيين؟ بتاع الخمسه التانيين الترم السادس. ده الترم الاولاني، ده الثاني، ده الثالث، ده الرابع، ده الخامس. ادي اول 5. الخمسه التانيين بقى ده الاولاني بتاعهم اللي هو الترم الكام؟ السادس. يبقى انت المفروض تحط تي 6. هي دي فكره المساله، بس كده. هي دي فكره المساله. طب مين هو الترم السادس؟ الترم السادس اللي هو ال A بلس N ماينس 1 تايمز دي. طب ما هو الترم السادس كده هيكوال A بلس، هتشيل N تحطها ب 6 يبقى 6 ماينس 1 يبقى 5 دي. هو ده الترم السادس. يبقى انا هشيل ايه دلوقتي؟ اهو. يبقى استنوا ايه نعمل سمبليفاي بالمره. ال 5 اوفر 2 هتروح مع ال 5 اوفر 2 فيتبقى فوق 2a بلس 4d اوفر 2. ومكان الترم السادس هكتب ايه بقى؟ a بلس 5d بلس 4d. الكلام ده ايكوال 1 اوفر 2. انت بقى محتاج توصل للايه بكام والدي بكام. هتعمل بقى سمبليفاي، يبقى 2a بلس 4d زي ما هي فوق. تحت بقى تعمل ملتبلاي يبقى 2a بلس 5d، لا دي 10d، 10d وفي بره 4d هتبقى 14d. ماشي، يبقى الجزء ده كده 14d، ده كده 14d هي ايكوال 1 to 2. هتعمل كروس مالتيبليكيشن، ال 2 تايمز النوميرتور اللي فوق يبقى 4a بلس 8d هي ايكوال 2a بلس 14d. هنجيب الايه مع الايه هندخلهم كلهم مع بعض. يا لهوي على ده سؤال. يبقى ال 4a بلس 8d ماينس 2a ماينس 14d هي ايكوال 0. 4a و 2a يبقى 2a عشان دول بينهم ماينس.
8 دي و14 دي هتبقى ماينس 6 دي هي ايكوال 0. يا الله، هي دي اللي انا محتاجها. ليه؟ عشان انت جبت واحده في الاول اهي، وهتعملهم بالكالكوليتر هما الاثنين. A بلس 3D و24 هتروح تعملهم بالكالكوليتر عشان تجيب الاي والدي اهي. مود 5 1 2 نيجاتيف 6 0 تنزل تحت 1 3 24 دوس ايكوال، تطلع معاك الاي ب 12. دوس ايكوال تاني، تطلع معاك ان الدي بكام؟ ب 4. ايه ده؟ انا عرفت الاي والدي. طب عشان خاطر ايه يا مستر؟ عشان خاطر اعرف اجيب السيكونس بقى. انا واحده بقى في الاختيارات اللي احنا ايه بوظناها دي. يلا، انت عندك الفيرست ترم ب 12، يبقى ولا هي ايه ولا هي بي. ايه ده؟ مفيش غير دي بس، يبقى الاجابه الصح هي سي. بس كده، هي دي السيكونس. بهدله، اقسم بالله ترجمه الجزء ده ترجمته كده بهدله، وبعد ما ترجمته رحت عملت له سمبليفاي اكثر بهدله. طيب بعد كده نخش على الكلاس ورك. خدوا بقى ده سكرين شوت وحلوه وابعتوا لي يلا. وبكده يا شباب نكون وصلنا لحد اخر الحصه. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا، ولو استفدت ما تنساش ان انت تعرف اصحابك برضه وتشير لهم والكل يستفاد. وباذن الله اشوفك في درس تاني. سلام.